تخيل إنك تصحى بعد 3 سنين وتكتشف إن شغلك ما بقاش شغلك، مش لأنك فشلت ومش لأنك ما حاولتش، لكن لأن الذكاء الاصطناعي بقى أسرع منك وأرخص منك وما بيتعبش. وده مش فيلم خيال علمي، ده بيحصل دلوقتي. العالم بيتغير بسرعة، أسرع مما ناس كتير متخيلة. وظائف كانت مستقرة بدأت تهتز، وشغل ناس كتير كانوا فاكرين نفسهم في أمان دخل دائرة الخطر. الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد تقنية جديدة، ده بقى أداة بتغير طريقة الشغل وطريقة النجاح وحتى طريقة النجاة. بس السؤال الحقيقي مش هل الذكاء الاصطناعي هيستبدلك؟ السؤال هو هل أنت هتتطور ولا هتفضل واقف مكانك لحد ما العالم يعدي عليك؟ ناس كتير فاكرة إن الموضوع بعيد عنها، يقولك أنا تمام، لسه بدري، دي مجرد موجة وهتعدي. بس نفس الكلام ده قالوا ناس كتير قبلهم واختفى اللي كانوا بيعتمدوا عليه. الحقيقة واضحة، لو شغلك بيعتمد على التكرار، لو انت كل يوم بتعمل نفس المهام بنفس الطريقة، فانت في خطر. مش لانك قليل، لكن لان الآلة ممكن تعمل ده أسرع. أكتر ناس معرضة للاستبدال مش الأقل ذكاء، لكن الأقل تطورا، اللي رافض يتعلم، اللي فاكر الدنيا هتفضل زي ما هي، اللي معتمد على مهارة واحدة وواقف. دول أول ناس هيتفاجئوا. بس الخبر الحلو إن الذكاء الاصطناعي مش بيستبدل كل الناس، هو بيستبدل الناس اللي ما تعرفش تستخدمه. افهم دي كويس، AI مش جاي ياخد مكانك لو انت عرفت تستخدمه صح. المصمم اللي بيستخدمه بذكاء هيبقى أسرع، الكاتب اللي فهمه هيطلع شغل أكتر، المسوق اللي بيتعلمه هيشوف فرص غيره مش شايفها. يعني المشكلة مش في وجود الذكاء الاصطناعي، المشكلة إنك تفضل زي ما انت. وعشان كده لو عاوز تنجو لازم تبدأ من دلوقتي. أول حاجة، اتعلم تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لصالحك. مش لازم تبقى مبرمج، لكن لازم تعرف تستخدمه عشان يوفر وقتك ويزود قوتك ويخليك أسرع. اتعلم تبحث بيه، تشتغل بيه، تنظم بيه وتكبر بيه. تاني حاجة، ابني مهارات صعب تتسرق: الإبداع، التواصل، القيادة، الذكاء العاطفي، اتخاذ القرار. دي حاجات لسه بتفرق، لأن المستقبل مش بس للي بيشتغل أكتر، المستقبل للي بيفكر أحسن. تالت حاجة، بطل تسأل الذكاء الاصطناعي هياخد مني إيه، واسأل إزاي أخليه يخليني أقوى. السؤال ده ممكن يغير حياتك كلها. بعد كام سنة العالم هيبقى فيه نوعين من الناس: ناس فضلت تقاوم التغيير لحد ما اختفوا، وناس فهمت بدري فتقدمت. الفرق بينهم قرار إنك تبدأ دلوقتي مش بعدين. افتكر، المستقبل مش للأقوى بس ولا للأذكى بس، المستقبل للأسرع في التكيف. الذكاء الاصطناعي مش نهاية البشر، لكنه ممكن يكون نهاية النسخة القديمة منك. عشان كده اتعلم، اتطور، اتحرك، ما تستناش لحد ما تبقى متأخر. لأن ببساطة يا إما تستخدم الذكاء الاصطناعي لصالحك، يا إما شخص تاني هيستخدمه ويتقدم عليه.